سؤال يتكرر كثيرا علي: وش معنى عواني؟ أو لمن تقال هذه الكلمة؟ وأنا أحب الأسئلة، أنسى والله، لكن أحب الأسئلة اللي ما توجد في محركات البحث. ولا وش فائدة هذا الحساب إذا أنت ما لقيت في شيء جديد؟ ما في فائدة. ترديد الحكي ترى ما ينفع ولا يخدم. قال مكثر كلام البدو قال من ترديده. طيب وش معنى عواني؟ ومفرد العواني عانية، وهذولي من عوانينا، وهذا فلان عانية وله حق. شوف ببسطها لك، هم أقارب انسباك، أقارب أنسابك، بس بشرط يكونون انسباك من قبيلة ثانية وأنت من قبيلة أخرى، مضبوط؟ عشان تتم العنوة ذي. لأن كلمة عنوة يعني وش يعني لك فلان؟ لا هو ابن خال ولا ابن عم ولا من جماعتك ولا من ربعك. إذن المعنى ذا أو العنوة ذي هي اللي جعلته عانية أو من العواني. واضحة؟ أقارب انسبا، سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، كلها ترجي، لكن اللي دائما تتضح لي من جهة الأم. طيب وش يقابلها في اللغة العربية؟ ما كان في كلمة عانية في اللغة العربية فعلا، ما كان في عواني، بس كان في شيء يقابلها. حنا أخذنا على مساحة أكبر من اللي كان يقابلها في اللغة العربية معناها نفسها. وشي في آية في كتاب الله الكريم: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ها؟ النسب معروف، النسب على مستوى الأسرة اللي انت ناسبته. طيب الصهر هم قارب انسبا. لذلك في غزوة بني المصطلق وارجعوا لها، حينما تزوج النبي اللهم صل وسلم عليه، صلوا عليه، ترى أبرك من العلوم ذي كلها، اللهم صل وسلم عليه. يوم تزوج جويرية بنت الحارث بنت رئيس بني المصطلق، اعتقوا الصحابة 100 بيت، وقالوا أصهار رسول الله، خلاص ما عاد حنا بسابينهم. يقولون فما كان أبرك من جويرية على قومها. إذن الصهر هو العانية.